النهارده أول حلقة في شهر رمضان، واللي بإذن الله هيكون كل يوم حلقة طول الشهر الكريم، وكل يوم سؤال وهستنى إجاباتكم عليها. لو اتولدت في أمريكا الجنوبية قدامك طريقين عشان تنجح، يا إما تدخل في سكة المخدرات والمافيا ودي سكة كلها مشاكل وآخرتها القتل، يا إما تحترف كرة القدم وتبقى غني ومشهور وتبعد عن كل الهم ده. بس ممكن لو حظك وحش قوي يبقى آخرك برضه الموت. حضرتك بتقول ايه؟ وده اللي حصل مع اللاعب اللي هنتكلم عليه النهارده واللي عليه سؤال اليوم. اللاعب ده اتولد في كولومبيا في بيئة كلها جرايم وقتل ومخدرات، بس قدر يبعد عنهم ويتجه لكرة القدم وكان مدافع كويس جدا. انضم لمنتخب كولومبيا وهو عنده 21 سنة ولعب معاهم كأس العالم 90. ومن حظه الحلو اللي هو كان من الجيل الذهبي لمنتخب كولومبيا لحد ما وصلنا سنة 93، وساعتها كان منتخب كولومبيا عامل أداء تاريخي في كوبا أمريكا وتصفيات كأس العالم، وكله كان مستني أدائهم في كأس العالم 94 بأمريكا، وكان في توقع كبير ان هم يكونوا الحصان الاسود في البطوله. بس للاسف اول ماتش كان مع رومانيا وخسروا ساعتها 3-1. سويسرا وما يعرفش ان هو اخر ماتش هيلعبه في حياته، ويرجع مع زمايله كولومبيا والعالم كله يتفاجئ بخبر مقتل اللاعب بعد ما اتضرب عليه 6 رصاصات من المافيا الكولومبيه وهو خارج من المطعم. وده بسبب ان العصابات الكولومبيه كانوا عاملين مراهنات بفلوس كتير ان المنتخب هيعدي لادوار متقدمه، واللي قتلوه كانوا افراد من العصابه خسرت فلوس كتير بسبب خروج المنتخب المبكر من كاس العالم. مات اللاعب وهو عنده 27 سنة، واتعملت ليه جنازة كبيرة حضرها الرئيس الكولومبي، وقصة حياته اتعملت بعد كده مسلسل. تفتكروا مين اللاعب ده؟ وده كان سؤال النهاردة، واستنوا حلقة بكرة بمعلومة جديدة وسؤال جديد في كرة القدم. السلام عليكم.